أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستارز في فيديو جديد. ما تنسوش أصدقائي دعمكم لينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد معنا، ومرحبا بكل تفاعلاتكم في التعليقات. أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أمس الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 لأعوان إحدى الفرق الأمنية المختصة بالاحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك وفق ما أكدته إذاعة موزايك. ووفق المصدر ذاته فإن قرار الاحتفاظ برجل الأعمال مروان المبروك جاء بعد مباشرة الأبحاث من طرف الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد مروان المبروك، ويأتي ذلك بناء على شكاية من المكلف العام بنزاعات الدولة. وتم الاحتفاظ برجل الأعمال المذكور أمس الثلاثاء لمدة 5 أيام من أجل جريمة استيلاء مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدا أن الاحتفاظ لا يأتي على خلفية قضية متعلقة بتبييض الأموال. كما تم الاحتفاظ أيضا برجل الأعمال عبد الرحيم الزويري مدة 5 أيام من أجل شبهة جريمة استغلال موظف عمومي لخصائص وظيفة قصد استخلاص فائدة لخاصة نفسه والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك. وعلق الوجه الإعلامي رياض جرات على صفحته الرسمية وين قال: عاجل فرقة من الجرجاني تقوم بإلقاء القبض على مروان المبروك من أجل شبهات فساد وتبييض الأموال والاستيلاء على أموال عمومية.